السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وعواشركم مباركه. غنحضر معكم في هذا الفيديو خبيز ديال الدار بالقمح البلدي، القمح ديال الدار ماشي الفينو. فقط ما كنديرو معاه لا فورس ولا والو، كيجي رائع رائع بزاف. انتم تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي تقريبا كيلو ونص ديال القمح ديال الدار، اي القمح البلدي كيف ما كتشوفوا، مغربل من طبيعة الحال. غنضيف عليه ملعقة ديال الخميرة الفورية، نص ملعقة ديال سكر سنيدة، واحد الملعقة صغيرة ديال الملحة، وجوج المعالق كبار كيف ما شفتوا ديال الزيت بلدية، وغادي نجمعهم بالماء دافي. هنا أنا خلطت الملح والسكر والخميرة لأن الحال سخون، يعني الخميرة أكيد غادا تفاعل. إلا كان الحال بارد لا كتعزلوا الخميرة على الملحة. صافي كيف ما شفتوا كنبقى ندلك في العجينه ديالي حتى كنحصل على عجين كيف ما كتشوفوا القوام ديالها. ها هو عجينه اللي كتكون رطيبه ومدلوكه ومنبله تبارك الله. شوفوا كيفاش كتجي رائعه. صافي غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزويته، وغادي نغطيها بالبلاستيك ونخلي حتى يتضاعف الحجم ديالها باش هكا كنحصلوا على خبز هشيش وطري. هنا من بعد ما تضاعف الحجم ديال الخبيز ديالنا كيف ما كتشوفوا، تبارك الله العجينه. شوفوا تبارك الله كيفاش مطاطيه وعاطيه الطوع ومنبله. هذا كيدل على ان العجينه ديالنا راه ناجحه مليون في المية، والخبيز ديالها حتى هو غادي يجي رطب ومفشفش من اروع ما يكون. صافي هنايا غادي نشكل خبيزات صغار او كويرات صغار. المهم نتوما على حسب اللي بغيتو، ممكن ديروهم خبيزات كبار متوسطين على حسب الرغبه ديال كل واحد واشنو بغى. صافي هنايا غادي نبدا نقرص في العجينه. هنايا العجينه راه كتلصق شويه في اليد لان باش يجينا الخبز هشيش ديال القمح. كيف ما كنعرفوا القمح راه كيكون قاصح، ولكن فاش كنطلقوا ليه العجينه ديالو شويه راه كيجي خفيف بحال السفنج او بحال البغيوش. صافي هنا كيف ما شفتوا استعنت بشويه الزيت، غير دهنت يدي صافي، وكنشكل الكويرات على هذا الشكل. تشكلت العجينه ديالي كامله كيف ما شفتوا، خليتها على سطح العمل دهنته بشويه الزيت. صافي هنايا غناخذ هذيك الحمراء حتى هي ديال القمح. هاد القمح ملي كتطحنوه في المطحنه راه كيعطيكم هذيك التغربيله ديالو. صافي كنقولوا لها الحمراء كتقرصوا بها الخبز بحال ما هكا، كتجي زوينه بحال السميده واحسن من السميده لانها صراحه بلديه وصحيه. صافي كيف ما شفتوا كناخذ هنايا اللاطه اللي فرشتها بورق الزبده. صافي وكنستف الخبيزات ديالي كيف ما شفتوا، راه ماشي كنقرصهم بزاف حتى يرقاقوا، وانما غير شويه باش الخبيزات ديالي يجيو مفشفشين ماشي يجيو مدقصين. صافي غنكمل بهذه الطريقه. صافي هنا كيف ما شفتوا كملت الخبيزات ديالي كاملين تبارك الله ما شاء الله. انا جمول الدار لقاني دايرهم قال لي واش عندك العرس عارضه على الناس. راه جاتني على القانه. صافي كيف ما شفتوا غنغطيهم ونخليهم حتى يخمروا ون... وانا معاكم. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خمروا الخبيزات ديالي، هنا غناخذ سكين، ولا ممكن تاخذوا واحد الغازواغ جديده اولا سكين حاد. صافي كديروا هاد الشريطات علاش باش الخبز ديالنا ما يجيش منفوخ بزاف ويجي ملبب. فهمتوا؟ نتمنى تكون الطريقه وصلاتكم. او ممكن تقبوه بالفرشيطه، انا اختاريت هاد الطريقه اللي كيديروا المحلات باش كيجي بحال الخبز ديال الزنقه واحسن. هنايا كيف ما كتشوفوا راني دخلته للفران، شعلت عليه من التحت. الفران راه كان ديجا سخون كيدقدق، كنعرفوا الخبز راه كيبغي الفران سخون. صافي خليته حتى طاب من التحت وطلعته الفوق تحمر، وكنقلب الخبيزات ديالي الا باقي ما محمرينش من التحت. صافي وها هما من بعد ما خرجتهم من الفران شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي اللوين ديالهم مذهب. صراحه كيشهي والله الا تاكلوهم غير هما وزويته واتاي كيجيو رائعين وكتعرفوا شنو كتاكلوا. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي الخبز ديالنا تماما بحال اللي كنشريو من الزنقه، ولكن هذا راه احسن لانه ديال الدار. صافي هنايا غادي نجمع الخبز ديالي وغادي نغطيه بمنديل باش يرجع عليه هذاك الصهد، باش الخبز ديالي يبقى رطب ومفشفش ما يقصحش ليا. شفتوا كيفاش تبارك الله كيفاش كيجي، وتا الحجم ديالهم حجم مناسب جا بحال ديال الزنقه تماما. صافي هنايا غادي نقطع معكم واحد الخبيزه تشوفوها كيفاش كتجي واخا مازال راه سخون. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي مفشفش وخفيف ومجعب من الداخل ولا اروع.
خبز صراحة يليق لكم في هاد العيد، تحضروه للضيوف ديالكم مع الشوا مع الطاجين مع اللحم مبخر. صراحة خبز خفيف وصحي لأنه فيه 100% قمح بلدي. صافي دابا غادي نغطيه ونخليه حتى يبرد، وهاديك الساعة عاد ممكن نقدموه. صافي هنايا شوفوا الخبز ديالي تبارك الله، شوفوا يا لالا كيفاش مذهب. صراحة عجبني هاد الخبز، وليت مدمنة عليه دائما، وليت كنديرو كيعجب الدار صراحة كيجي زوين. صافي وهذا دابا الخبز ديالي ها هو جاهز باش ناكلوه. كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، ونتمنى الى عجبكم بطبيعة الحال خليو لي لي لايك ديالكم لي كومونتير ديالكم، وكنشكركم على تعاليقكم الزوينة، وكنضرب لكم موعد جديد ان شاء الله فيديو جديد. باي باي.